لك مروج يعني في الوقت الذي يتابع فيه المصريون نحو 596 نائبا ونائبة بالبرلمان الجديد برلمان عام 2016، وهم يقومون بحلف اليمين الدستورية إذانا بانطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية أو الإجرائية للبرلمان الجديد. بالطبع تبقى لوسائل الإعلام نظرتها ومتابعتها الخاصة لهذا الحدث الكبير في عمر الوطن، عودة البرلمان وعودة الروح إلى مجلس النواب بعد توقف دام ما يقرب من 4 سنوات كاملة. أنا الآن مشاهدينا أتواجد مع الأستاذ محمد الصياد رئيس القسم السياسي بجريدة فيتو، والذي كان يتابع القسم الأول من عملية حلف اليمين الخاصة بالنواب حتى هذه اللحظة. أستاذ محمد برحب بيك، ويعني كل سنة ومصر كلها بخير. أعتقد حدث نستحق أن احنا نحتفل به، عودة الروح لمجلس الشعب من جديد. صحيح. مجلس النواب. صحيح. فعلا النهارده بيعدي يوم من الايام الهامه جدا في تاريخ البلد، خاصه في هذه المرحله. فالنهارده باستكمال ان شاء الله النواب اداء القسم يتم استكمال بناء كامل مؤسسات الدوله. ويعني السلطه التشريعيه هي طبعا من اهم السلطات اللي موجوده في البلد، هي اللي بتراقب الحكومه وهي اللي بتشرع. فاعتقد ان اليوم زي ما حضرتك ما قلت يوم غير عادي، ونتمنى انه ينتج عنه في المستقبل القريب انفراجات كثيره للكثير من ازماتنا. يعني أستاذ محمد، كلنا تابعنا او بنتفرج دلوقتي على التلفزيون عشان نتابع الجلسه، ولكن بعين الصحفي قول لنا اللي احنا ما شفناهوش. حضرتك كنت متواجد داخل الجلسه، ازاي شفت اول 3 ساعات من انطلاق عمليه حلف اليمين؟ يعني شفنا ان القسم بيتم بسلاسه شديده. ما شفناش بعض الاداءات اللي كنا بنشوفها قبل كده، بعض النواب اللي بينتموا لبعض التيارات السياسيه بيزيد على القسم عبارات مش منصوص عليها. ده كانت ملاحظه. الملاحظه الثانيه هو يعني حرص غالبيه النواب على الجلوس داخل القاعه الرئيسيه، وعدم تفضيلهم الجلوس في الشرفه اللي هي كانت مخصصه للصحفيين. تم استعانه بها عشان العدد كبير المره دي، وبالطبع اصبح في دورين، الارضي او الاساسي والعلوي. صحيح. اللي طلعوا من الشرفه اللي هي في الدور العلوي دول، يعني نقدر نقول ان الظروف فرضت عليهم ان هم يطلعوا، انما كان الكل حريص ان هو يقعد في القاعه الرئيسيه. شفنا برضو بعض من النواب حريص انه يقعد على مقاعد شهيره كانت لنواب شهير، زي مثلا المقعد اللي كان بيقعد عليه المرحوم كمال الشاذلي، اللي كان بيقعد عليه الدكتور زكريا عزمي وما الى ذلك. يعني دي تقريبا كانت ابرز الملاحظات اللي انا شفتها خلال المرحله الاولى من القسم. يعني اعتقد يا فندم احنا ايضا لاحظنا وجود حاله اعياء لاحدى النائبات، وده اللي ادى الى توقف الحلف لدقائق. نعم صحيح. هو اللي كانت النائبه هانم ابو الوفا دي تابعه لقائمه حب مصر قطاع الصعيد، كانت حصلت اغماء بسيطه، ويعني زميلاتها في المجلس افقوها وخرجت لبعض دقائق بسيطه وانتهت القصه. يعني تقريبا الجلسه وقفت 3 دقائق واستمر النواب في اداء القسم. يعني يمكن يا فندم الايام الماضيه شفنا نوع من الحراك السياسي او محاولة بعض القوى السياسية لصناعة تكتل أو ائتلاف ما داخل البرلمان. هل لاحظت حضرتك وحضرتك بتتابع العملية الخاصة بأداء القسم وجود مثلا جلوس لأعضاء من النواب في أماكن محددة، أو يعني اتفاقهم على أن هم يتواجدوا في حتة معينة دون عن الآخرين؟ يعني خلينا نقول ان القصه دي تحديدا بيقودها تحالف دعم مصر. هم كان عندهم انتخابات امبارح. الانتخابات دي حسمت غالبيه غالبيه المناصب القياديه في النواب. كان اهمها الرئاسه طبعا الدكتور عبد العال خدها بالتزكيه بعد انسحاب الدكتور اسامه العبد، والوكاله خدها ده داخل دعم مصر. بتكلم على ده. انما لسه النهارده طبعا هيتم الانتخاب بشكل رسمي. الوكاله كانت للنائب المخضرم علاء عبد المنعم. اعتقد ده تم برضو مع اللجان، وهنشوف النهارده ان شاء الله بعد انتهاء النواب من اداء القسم الرئيس والوكيلين. هيكون بعد كده ختام اليوم بانتخاب الرئيس والوكيلين. اللي يتواجد فندم خارج القاعه هيلاحظ هناك نوع شديد من التامين. اعتقد العمليه التامينيه ايضا من المظاهر الهامه كصحفي حضرتك ترصدها لينا واحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي.
يعني ما يتم من اجراءات واللي حضرتك شايفه وبتشير اليه، انا شايفه ان ده في الاطار المطلوب والعادي. البلد بتمر بظروف معينه، حضرتك شايف تفجيرات في اكتر من مكان خلال الفتره الاخيره، فاعتقد ان قوات الجيش، قوات الشرطه بمسانده قوات الجيش عاملين تامين جيد، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يتم اليوم على خير يعني. نعم، اخيرا استاذ محمد، امالك كمصري ماذا، يعني بعيدا عن صفتك الصحفيه، ماذا تريد من هذا المجلس؟ أتمنى أن يكون إضافة للحياة السياسية المصرية، أتمنى أن يحل مشاكل الناس البسطاء وغير القادرين، أتمنى أن يحل ويساهم في حل مشاكل مزمنة فشلت كثير من البرلمانات والحكومات حلها. نتعشم أن يكون الأداء أداء جيد، وأن يكون يعني إضافة في اتجاه عبور مصر لأزمتها الراهنة إن شاء الله. محمد الصياد، رئيس القسم السياسي بجريدة فيتو، أنا بشكرك يا فندم وبتمنى لك مزيد بالتوفيق. تحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا. إذا مروج كان هذه لمحة عامة حاولنا من خلالها وضع ضوء بسيط على كيف تجرى العملية الخاصة بحلف اليمين حتى هذه اللحظة، وبالطبع كما شاهدنا هناك آمال كبيرة معقودة على هذا البرلمان لكي يكون بالفعل عمود فقري لدفع العجلة الخاصة بالتنمية والنهضة لهذا المجتمع وهذه البلدة إلى الأمام خلال الفترات القادمة.